المرة دي أنا مش هحكي قصة رعب عادية، ولا عن واحد طمع في ورث أخوه وعمل له سحر، ولا عن غدر الحبايب اللي بنسمعه كل يوم. النهاردة احنا هنفتح باب كان المفروض يفضل مقفول على طول. عمرك سألت نفسك قبل كده هو السحر لما بيتفك بيروح فين؟ يعني لما الشيخ بيقرأ والجن بيسيب الضحية وبيمشي، هل الكيان ده بيتبخر في الهوا؟ ولا بيفضل مستني ورا الباب، مستني غلطة، مستني غل؟ الحكاية اللي هحكيها النهاردة مش حكاية بنت اتعمل لها عمل وفكته، دي حكاية الانتقام لما بيبقى أكثر من السحر نفسه، حكاية الندم اللي بيجي بعد ما بيكون القبر اتسد، وصاحبتك اللي كانت أقرب ليكي من نفسك بقت هي اللي بتهلفظ باسمك وهي بتموت. النهاردة هعرفك إن الشيخ اللي عمال بيمسح على راسك بالبركة ممكن يكون هو نفسه الشيطان اللي ماسك السكين ورا ظهرك. اسمي نورة، وبدايتي كانت عادية جدا، وسني في أواخر العشرين. بشتغل وحياتي مستقرة، وعندي صاحبة عمري هند اللي حرفيا كانت ضل. حياتي كانت ماشية زي المسطرة لحد ما جه يوم والمسطرة دي اتكسرت. الموضوع ما بدأش بصرخة ولا حتى شبح طلع من الحيطة زي ما بيقولوا في المسلسلات، بدأ في حاجة تافهة، حاجة بدأت تخليك تشك في عقلك بدل ما تشك في الجن. كنت على طول بصحى من النوم حاسة اني مضروبة علقة، جسمي كله متكسر وزي ما يكون في جبال كانت فوق صدري وانا نايم. بدأت تظهر بقع زرقاء في جسمي ودراعي، كنت بقول لنفسي اكيد اتخبطت وانا نايم، بس البقع كانت بتزيد وبتاخد شكل صوابع ايد كأنها محفورة في جسمي. بعد كده دخلنا في التقيل، الاكل بقى ريحته زفارة، اي لقمة كنت بحطها في بقي كنت بحس بطعم صابون او طعم تراب، وشعري اللي كان سر جمالي بقى يقع بخصل كاملة، لدرجة اني بقيت اخاف اسرحه. والاسوأ من كل ده الخوف، خوف ملوش سبب، نبض قلبي بيعلى فجأة وبحس ان في حد واقف ورايا بالظبط، لدرجة اني كنت بلف بسرعة علشان اضربه، بس ما بلاقيش غير الهوا وصوت دقات قلبي اللي بترن في ودني. امي قالت لي في الاول ده ممكن تكون عين وحسد، وبقت ترش مية بملح في الشقة. وابويا كان رافض تماما فكرة الجن، يقول لي دي اعصاب يا نورة، انت مجهدة من الشغل، وخدني لدكاترة بطنة واعصاب. النتائج سليمة، مفيش اي سبب طبي، بس حالتي بقت بتسوأ، بقيت بصرخ وانا نايمة بصوت مش صوتي، وبقيت اشوف خيال طويل لراجل ضخم واقف عندي في ركن الأوضة، خيال بيبصلي بصة مخيفة جدا وكأنه مستني اللحظة اللي أنا هقع فيها. هند كانت معايا كل يوم، كانت بتبكي على حالي وبتطبطب عليا، بس في موقف مش هنساه هو اللي بذر أول بذرة في قلبي وخلاني أشك فيها. كنت قاعدة معاها في أوضتي وكنت بتنفض من عز البرد، مع اني كنت قاعدة في عز الصيف. لقيت هند بتطلع من شنطتها كيس فيه بودرة غريبة وبدأت ترشه تحت سريري وفاكرة ان انا مغمى عليا، وكانت بتتكلم بطريقة غريبة جدا وتتمتم بصوت غريب قوي. نظراتها كانت غريبة، نظراتها تحس ان هي كانت شايفة حد انا مش شايفاه. لما فقت وسألتها بتعملي ايه يا هند، وشها جاب الوان وقالت لي دي بخور للتحصين يا نورة، الشيخ صابر قال لي ده اللي هيحفظك من اللي فيكي. وفي اللحظة دي دخل الشيخ صابر حياتنا عن طريق هند. الشيخ وشه كان بينور زي الملايكة، بس عينه كانت باردة زي التلج. الشيخ قال لي جملة واحدة خلت جسمي كله يقشعر، انت مش مريضة يا نورة، انت مطلوبة، وفي حد غالي عليكي قوي هو اللي سلمك ليهم. الجلسة دي كانت هي النقطة اللي حياتي القديمة انتهت فيها فعليا، وبدأت رحلتي اللي جاي احكيها لكم دلوقتي. اللي فات كله كوم واللي جاي كله كوم تاني. البيت كله كان في حالة تأهب، أمي محضرة البخور اللي الشيخ قال عليه، وأبويا قاعد بره الأوضة مذهول ومكسور، وهند كانت قاعدة جنبي ماسكة إيدي بكل قوة. إيدها كانت عرقانة وتلج في نفس الوقت، وكنت حاسة برعشتها
بس وقتها افتكرت ان هي خايفة عليا. ما كنتش عارفة ان هي خايفة مين اللي هيتحكي. دخل الشيخ صابر الأوضة وطلب من كله ان هو يخرج وتفضل هند بس علشان هي اللي هتساعده. قعد قدامي وطلع سبحة غريبة سودا وقعد يقرأ، بس المرة دي ما كانش بيقرأ قرآن بصوت عالي، كان بيتمتم بكلمات مش مفهومة، حروف داخلة في بعضها، وصوته كان بيتمتم ببحة غريبة. كان في شخص تاني بيتكلم من حنجرته. فجأة الجو في الأوضة اتغير، حسيت بريحة كبريت خانقة، واللمبة اللي في السقف بدأت تتهز وتعمل زنة صوتها عالي. الشيخ صابر بص لهند وقال لها بكل حدة: هات اللي في الشنطة يا هند دلوقتي. هند طلعت منديل مربوط بفتلة سودا. الشيخ خده وفتحه قدامي. شفت شعري، خصل من شعري اللي كان بيقع. الخصل مربوطة بطريقة معقدة ومحطوط عليها دبابيس مصدية. الشيخ صابر بصلي وقال لي بصوت زي الفحيح: شفت يا نورة؟ ده سحر تمزيق معمول بضم حيض وأثر منك، ومدفون في مكان قريب منك جدا، لدرجة ان اللي عمله كان بياكل معاكي في طبق واحد. انا بصيت لهند وانا مش قادر اتنفس وصرخت فيها وقلت: انت يا هند شعري وصل للشيخ ده ازاي؟ وانت جبت المنديل ده منين؟ هند بدأت تنهار وتعيط هستيري وقالت: والله يا نور انا لقيته تحت مرتبتك وانا برتب الأوضة، خفت اقولك فتتفزعي فخدته ووديته للشيخ علشان يتصرف. الشيخ صابر ابتسم ابتسامة باهتة ومريضة: لقيتيه ولا كنت بتدفنيه؟ انا خليتك معانا علشان اكشفك لصاحبة عمرك يا ملعونة. السحر ده خدمه جني، طيار صب عهد الانتقام في عروقك، ولو ما خلصناش منه دلوقتي مش هتشوفي شمس بكرة. الشيخ قعد يعلي صوته بكلام غريب، قعد يقول كلام غريب كله خوف وقلق. في اللحظة دي حسيت ان في ايد بتتحرك جوه بطني، ضغط رهيب جوه بطني خلاني ارجع سائل اسود لزوجته غريبة وريحته ما تطقش. جسمي اتشنج تماما وعيني اتقلبت لورا، وسمعت صوت صرخة مكتومة في ودني بتقول: هي اللي خانت، هي اللي خانت. وبعدها فقدت الوعي، ولما فقت لقيت نفسي خفيفة جدا، كأني كنت شايلة جبل والجبل ده نزل. الشيخ صابر كان بيمسح عرقه وبيقول لأهلي: الحمد لله فكينا العمل، بس نورة لازم تفضل تحت ملاحظتي، لأن اللي غدر مرة هيغدر تاني. المواجهة الأولى بيني وبين هند بعد اللحظة دي كانت هي الشرخ اللي ملمش تاني. هند دخلت الأوضة وهي بترتعش، عينيها كانت منفخة من العياط، وبمجرد ما حاولت تقرب من السرير حسيت بكهربا في جسمي وصرخت فيها: ما تقربيش. هند وقفت مكانها ومذهولة وقالت بصوت حزين: نورة انت بجد مصدقة اني ممكن اذيكي؟ يا نورة ده انا كنت بموت معاكي في كل لحظة تعب. الشيخ صابر بيلعب في دماغي، والله العظيم المنديل ده انا لقيته بالصدفة. انا في اللحظة دي ما كنتش شايفة صاحبتي، كنت شايفة كلام الشيخ صابر وهو بيتحقق قدام عيني، كنت شايفة الخاينة اللي كانت بتدفن شعري تحت مرتبتي. رديت عليها بكل برود مرعب لدرجة اني خفت من نفسي. الشيخ صابر طلع السحر من بيتي. انتي طلعتي منه ايه يا هند؟ طلعت غل، طلعت سحر اسود. اخرجي بره يا هند ومش عايز اشوف وشك تاني. هند خرجت وهي بتدعي عليا وعلى الشيخ صابر، ومن هنا بدأت الاحداث تاخد منحنى بشع. في الوقت اللي انا كنت فيه ببدأ افوق وارجع حياتي، هند هي اللي بدأت تنهار. بدأت اسمع من الجيران ومن صحابنا المشتركين ان هند اتجننت، بقت بتمشي في الشارع تكلم نفسها، ملامحها اتغيرت وبقت شحبة جدا، واهلها قالوا انها بتخاف من الضلمة وبتقعد تصرخ فيها: نورة بتسحب روحي، نورة بتموتني. انا كنت بقول الكلام ده وبضحك في سري، بقول للشيخ صابر في جلستنا: شايف يا شيخنا ذنبها بيخلص منها، ربنا بيرد لي حقي. والشيخ كان بيبتسم ابتسامة هادية وبيقول لي: ده مش ذنبها بس يا نورة، ده السحر اللي عملته اترد عليها، وبما انها ضعيفة الجن اللي كانت مسخراه ليكي بياكل فيها. بعد اسبوعين من ساعة ما طردت هند جالي الخبر اللي هز كياني: هند ماتت.
لقوها في اوضتها عينيها مفتوحة على الاخر ووشها ازرق كأن حد كان خانقها، بس مفيش اي اثر لايد على رقبتها. التقرير الطبي قال ده سكتة قلبية ناتجة عن تشنج عصبي. في جنازتها انا ما رحتش، بس الشيخ صابر جه قال لي جملة خلتني اقلب الآية عليه تماما. مبروك يا نورة، العدل اتحقق، بس هند قبل ما تموت سابتلك امانة في بيتها لازم تروحي تجيبيها قبل ما حد يلمسها، والا السحر هيرجع لك اشرس من الاول. دخلت بيت هند في وقت متأخر، ودخلت واهلها نايمين، ودخلت بنسخة الباب اللي كانت مدياها لي هند. ريحة البيت كانت خليط بين بخور قديم وعفن. كانت الحياة هربت من الحيطان بمجرد ما هند ماتت. طلعت اوضتها وانا قلبي بيدق دقات سريعة، وبدأت ادور في المكان اللي الشيخ صابر قال لي عليه، ورا برواز آية الكرسي اللي كان متعلق فوق سريرها.